ودي حلوى الجيلي اللي احنا هنعملها لأولادنا، جميلة جدا ومضمونة. شايفين الشكل؟ جميلة قوي، تفتح النفس وكمان هتعجب أولادك. ودي كانت النهاية بقى بتاعت حلوى الجيلي، والطريقة بتاعتها جميلة جدا وسهلة، وكمان متماسكة، يعني ما تسيحش أو تدوب منك على طول كده، لأ ده حلوة يقدروا ولادك ياكلوها بكل سهولة. وكمان شكلها حلو ولطيف، ممكن بقى تشكلي لهم منها كده في أطباق، هيبقى شكلها حلو أوي هتعجبهم. والطريقة جميلة جدا وسهلة. انت بقى لو حابة تعمليها بالنشا ممكن تزودي عليها النشا كده، تعمليها مهلبية وتضيفيها في النشا، هي شكلها حلو قوي. حابة تقدميها لهم كده بتبقى جميلة قوي. وشوفوا الوصفة بقى في الفيديو. السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا احلى متابعين واحلى جمهور واحلى اخوات في الدنيا، بحبكم في الله. كل سنه وانتم طيبين. النهارده انا هعمل معاكم وصفه جديده، وصفه جميله جدا هيحبوها اولادنا. لو انت عندك اولادك ما بيحبوش الجيلي او ما بياكلوش الجيلي، ممكن تقدمه لهم بطريقه جميله جدا وطريقه حلوه وهيحبوها وهتفرحيهم بيها. طريقة جميلة جدا، انا خصوصا بعملها مع اولادي. والطريقة دي انا اولادي ما كانوش بياكلوا الجيلي، بس بعد ما بقيت اعمله بالطريقة دي حبوه قوي قوي قوي. انا النهاردة معايا كذا نوع من انواع الجيلي، معايا 4 انواع: بالتفاح والرمان والمانجا والمشمش، معايا 4 انواع. هعملهم النهارده بطريقه حلوه وهنقدمها لاولادنا، بجد بجد هيحبوها. انا دايما بعملها كده، وان شاء الله الطريقه دي انت هتعتمديها وتعمليها لاولادك على طول، وكمان هم اللي هيطلبوها منك. معايا هنا ال4 انواع زي ما قلت لكم. ومعايا هنا هجيب 4 اطباق، كل نوع هفضيه في طبق. وكنت دلوقتي بسخن ميه على البوتاجاز اللي انا هحطها على الجيلي، عشان خاطر نقلبها على الجيلي. ودلوقتي بقى انا هفضي كل نوع في طبق زي ما انتوا شايفين كده. كل نوع من الانواع دي هفضيه في طبق، وهحط عليه ميه سخنه، ونشوف هنعمل الخطوات اللي بعد كده اوريها لكم. ده برضو اللي هو بالمانجا، هفضيه عليه. انا من اول ما عملت الطريقه دي وبقوا ولادي على طول يطلبوها مني، لانهم حبوا قوي الجيلي. وكمان ممكن تدخلي الجيلي في حاجات كتير، يعني ممكن تعمليه بالفاكهه، تحطي معاه قطع فاكهه وكده، الولاد برضه يحبوها. او ممكن تقدميه بالطريقه اللي انا هعملها دي، طريقه حلوه قوي والولاد هيحبوها برضه. طبعا احنا عارفين ان اولادنا بيحبوا الحاجه اللي شكلها حلو او الحلوى اللي شكلها حلو، وتقدمها لهم بشكل جميل كده هيحبوها ويستمتعوا بيها. ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هعملك طرق كتير، في وصفات كتيرة برضو تخلي اولادك الاكله اللي هم مش بياكلوها ازاي تدخلها لهم في الاكل وازاي ياكلوها. يعني مثلا زي البيض، لو عندك او حد من اولادك ما بياكلش البيض، هقولك على وصفات كتير وطرق كتير ازاي تدخلي لهم البيض في الاكل وياكلوه كمان من غير ما يحسوا، من غير ما انهم يفقدوا العنصر ده، لان طبعا احنا عارفين ان البيض عنصر مهم لتكوين جسم الطفل. فانا هقولك على وصفات كتير ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه ازاي تخلي اولادك ياكلوا البيض بطرق جميله جدا. واستني مني الفيديوهات اللي جايه. دلوقتي بقى انا فضيت ال4 انواع في الاطباق كده، وهجيب المية السخنة واحطها عليهم. انا مش هحط اي سكريات خالص عشان خاطر اسنان اولادنا، احنا عارفين ان الولاد بيحبوا الحلوى الكتير، فده غلط على لو انا حطيت سكر غلط على اسنانهم. فانا هكتفي بالسكر اللي في الجيلي بس. هنزل كده بالمية السخنة عليهم، ومش هكتر مية عشان انا عايزة اخلي الجيلي ده يبقى سميك معايا شوية، يبقى ايه تقيل، عشان لما يجمد يبقى ايه السمك بتاعه تقيل كده، يبقى زي الحلوى الجيلاتين. ده بقى اللي انا هعمله النهارده، اللي هي حلوى الجيلاتين، بس هعملها بجيلي، يعني حاجه بسيطه. زي ما انتوا شايفين كده بقى انا ايه، فضيت الماء السخنه، هبدا ان انا ادوب الجيلي، هقلب كده بالمعلقه زي ما انتوا شايفين، هقلب كله بقى عشان خاطر ادوب الجيلي. لما يجمد بقى هيبقى ايه تقيل معايا، وقطعه الجيلي هتبقى تخينه او تقيله معايا، فهيعمل معايا الحلوى اللي هي الجيلاتين بكل سهوله. عندنا الأولاد بيروحوا يشتروها من السوبر ماركت والمحلات بفلوس كتير وكده، فانت مش ضامنة الجيلي او الجيليتان المحطوط فيها بيبقى عامل ازاي، مش ضامنة المواد اللي هي محطوطة فيها مواد ايه بالظبط.
فانت ممكن تعمليها لاولادك في البيت بكل سهولة، وتبقى حاجة مضمونة تديها لهم هيحبوها قوي. وتبقي انت عارفة ولادك بياكلوا ايه. انا قلبت كده الجيلي، هسيبه بقى في التلاجة يبرد ونقدمه سوا مع بعض. زي ما انتوا شايفين بقى، ده الجيلي لما جمد قطعته كده بالشكل ده، وتقدري تقدمي لاولادك بالشكل الجميل ده. شايفين شكله حلو قوي، وشكل يعني يفتح النفس. يعني لو ولادك شافوه هيحبوه من اول مرة. وكمان شكله حلو قوي، شكل الحلوى اللي بيشتروها كمان، لكن ده انضف طبعا واضمن. انت عارفة بتدي لولادك ايه وبتاكليهم ايه. وكمان شكله حلو، وعامله لهم كمية كبيرة، والتكلفة مش غالية ولا حاجة، ده بفلوس بسيطة يعني. وكمان لو انت حابة تزودي عليه النشا، تعمليه في نشا كده وتقدمه لهم في اكواب، برضو ممكن تعمليه بالطريقة دي. مش حابة ممكن تكتفي بيه كده.